يا صباح الفل يا صباح السعادة على عيونكم. النهارده هنعمل وصفة الكبار والصغيرين بيحبوها. ما تيجوا نحط بقى الخلطة الحلوة دي على الفراخ وهنطلع دلوقتي أحلى فراخ مطاعم، بجد هتعجبكم. يلا بينا بقى نشوف العظمة. بصوا يا جماعة، الفراخ أحسن من اللي احنا بنشتريها والله العظيم. كفاية كده إن انت واثقة من الفراخ، نقعاها وعاملة لها محلول، والفراخ قدام عينك ونضيفة ما فيهاش أي حاجة خالص. بصوا بفتح لكم بقول لكم حتى الحتة اللي فيها عظم مستوية مية مية. يلا بينا نبدأ الفيديو. كومنت حلو بقى منكم ليا واللايك بتاعكم، ونصلي كده على النبي ونبدأ الوصفة. عندي هنا المفروض أنا كنت جبت فرخة كبيرة، بس اللي متواجد عندي في البيت فرختين تقريبا، كل فرخة كيلو. جبتها كده وهقسم كل فرخة على يعني كل جزء منها على قطعتين. الفرخة عشان صغيرة هقطعها على 8. انت بقى لو الفرخة عندك كبيرة هتجيبي الصدر ده تقطعيها على 4، والورك على 2 أو 3، هتدي معاكي عدد كبير جدا. أنا بقى هنا قطعت الفرخة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين ل8 قطع. وجبت بقى عندي هنا هحطها في محلول، معلقة سكر، معلقة ملح، عصرة ليمونة، وهديهم تقليبة وانزل بالفراخ بتاعتي واخليها على جنب. ويلا بقى بينا نعمل الخلطة السرية بتاعت المحلات، اللي هم لو عرفوا اللي انا قلتها لكم مش هيدخلوني تاني المحل. جبت هنا عندي ميه فيها كده بصلايه متقطعه زي ما تحبي، ويلا بقى نتبل. معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره بابريكا، معلقه فلفل اسود. هننزل هنا بمعلقه بهار فراخ، وعندي مكعب مرقه، فصين من الحبهان وفصين من القرنفل، ولو عندك عود قرفه حطيه. غليتهم كده دقيقتين 3، وخدت الخلطه الحلوه دي كلها كده وغطيت بيها الفراخ، لازم تتغطى خالص. بعد ما اغطيها بقى كده من الخلطه الحلوه دي، هقفل عليها لمده نص ساعه لحد لما تبرد وابدا اشتغل فيها. بقيه الخلطه دي انا هعمل بيها معاكم حاجتين. جبت هنا عندي حله ونزلت بمعلقتين زيت على معلقه سمنه، واديتها تقليبه حلوه قوي. ونزلت بمعلقه ببصلايه متقطعه قطع صغيره. نزلت بقى هنا معلقه كركم، نزلت بمعلقه بهار فراخ، وهنا عندي مكعب مرقه. وبقى الخلطه الحلوه اللي انا عملتها خدت منها كوبايه كبيره. ونزلت بقى على بقيه الخلطه بتاعت الرز بتاعتي كده حطيتها، وحطيت الميه بتاعتها، وهعمل رز مصري عادي جدا بس متبل. جبت عندي بقى هنا علبه او اي حاجه مغلقه يعني علبه تكون مقفوله، ده لانش بوكس بنتي. نزلت هنا بكوبايتين من الدقيق، نص كوبايه نشا، معلقه كركم، ملح، فلفل اسود، معلقه بهار فراخ، مش هكتر اكتر من كده بهارات. وجبت عندي بقيه الخلطه اللي قلت لكم هوريكم هعمل بيها ايه، خليتها على جنب. نزلت بقى من الخلطه الحلوه، حطيتها كده زي ما انتم شايفين. ويعني بصوا العلبه دي بقى حلوه في ايه، اعملوا كده كل مره بجد هتعجبكم. ولا بهدلت الدنيا ولا بهدلت اي حاجه خالص جوه العلبه، وطلعت معايا زي ما انتم شايفين. هاخدها بقى كده قطعه الفراخ اللي انا حطيتها في الدقيق، هاخدها كده احطها في الماده السائله دي او الخلطه بتاعتي مره واحده بس يا جماعه. يعني هحطها مره في الدقيق وارجع احطها في الميه وارجع تاني مرتين دقيق، ومره اللي هي التتبيله الحلوه دي، علشان الكفر بتاعي ما يبقاش تخين، ويرجع بقى ايه، يبقى هو مستوي والفراخ من جوه نيه. طلعت معايا بقى نفاضي دقيق، طلعت معايا بالشكل العظمه ده كله. جبت بقى الزيت عندي كده على الطاسه، لازم يبقى سخن جامد جدا. الزيت بتاعي لازم يبقى سخن زي ما انتم شايفين. بقى انا بعمل تاني، ما تكتريش في العلبه، يعني ما تحطيش قطع كتير، هيطلع معاكي الفراخ احلى من بتاعه المحلات مليون مره. ولا كنتاكي يا ناس. زي ما انتم بقى شايفين كده اهو، الزيت سخن، اخدته كده رشيت فوق الوش كده من الزيت اللي بيغلي معايا دوت كده. وحط يعني الزيت لازم يكون سخن جدا. واول لما انزل بالفراخ كده هوطي عليه لمده من 10 دقايق لربع ساعه، وحسب حجم الفرخه. الفرخه عندي صغيره، يعني اخدت 12 دقيقه على كل وش. هقلبها بقى وارجع تاني، يعني اغطيها. لازم تتغطى على فكره. طلعت بقى معايا بالعظمه دي كلها، اقسم بالله الريحه يا جماعه قلبه الدنيا وقلبه السلم وقلبه كل اللي جاي من اخر الدنيا. شامم الريحه. عايزه اقول لكم طعم، ريحه ما كلفتنيش اي حاجه خالص. روحي هاتي فرخه ب 200 جنيه واعملي العيله كامله، وعيله العيله كمان الوجبات الحلوه دي. عملت شويه رز اصفر معاها، وكانت اكله حلوه. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم ويكون سهل. الوصفه سهله جدا والخلطه جديده، ودوت سر المطاعم يا جماعه. احنا طبعا بنبقى هنتجنن من الطعم هم حاطين ايه. انا جبت لكم السر. يا ريت بقى لايك حلو وكومنت كده منكم ليا، ويا رب كده يحسن ما بين ايديكم ما بين ايديا، والفيديو يكون عجبكم. ولو عايزين بقى الفيديو الجاي حلو او حادق قولوا لي كده وانا عينيا، عشان كنت معاكم رشا. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.